تم توقيع العقود، بقت عندنا بعض المحافظات إن شاء الله هذا الأسبوع القادم يتم التعاقد بحيث يغطي كل محافظات العراق. مكاشفا ضباطه ومنتسبيه وعوائل الشهداء واضعا النقاط على الحروف، معالي وزير الدفاع السيد ثابت العباسي يعلنها: وقعنا جميع العقود لمشروع منح الأراضي السكنية لمنتسبي وزارة الدفاع، ولا قلق على حقوقكم واستحقاقاتكم، ولن أسمح بعرقلة المشروع مهما كلف الأمر. توضيح آلية التعاقد وآلية التوزيع الأراضي المطورة في وزارة الدفاع لأبناء وزارة الدفاع من المقاتلين الضباط والمراتب وعوائل الشهداء. تم توقيع العقود، بقت عندنا بعض المحافظات إن شاء الله هذا الأسبوع القادم سوف يتم التعاقد، هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم يتم التعاقد بحيث يغطي كل محافظات العراق. وبداية بدأنا بمدينة الفرسان في بسماية، وأكرر شكري والتقدير العالي لمعالي الوزير في دعمه. لأول مرة في تاريخ الوزارات المتعاقبة تمكنت وزارة الدفاع من حصر الأراضي وتوزيعها على منتسبيها، إيمانا بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، وبأن جميع المنتسبين سيكونون في دائرة الشمول دون أي استثناء. لأول مرة أعتقد أكو وزارة قدرت أنه تحصل أراضي أو تحصر أراضيها لتوزيعها على منتسبيها كلهم مرة واحدة. وبفضل هذه الخطة راح يكون جميع منتسبي وزارة الدفاع مشمولين بالتوزيع، ما راح ينحرم أي واحد من عندهم في كل محافظات العراق. لقد صدر القرار وحان موعد الوفاء بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال. وزير الدفاع الشيخ ثابت العباسي وعد فأوفى، وسيواصل حتى استلام المنتسبين مفاتيح وحداتهم السكنية بخدمات متكاملة ومتطوعة. بهذا الإنجاز التاريخي يكتب الشيخ ثابت العباسي صفحة جديدة في سجل وزارة الدفاع عنوانها الوفاء، العدالة وضمان الحقوق، مؤكدا أن تضحيات الأبطال لن تضيع، وأن الوطن لا يبنى إلا بأبنائه المخلصين.